توتر زياده لما تيجي تذاكر والتوتر ده بيخليك ما تقدرش تكمل او بيأثر على تركيزك، يبقى الفيديو ده ليك. هكلمك عن ازاي التوتر ده تخليه ما يأثرش عليك وتنجز بالرغم من وجوده. اولا كده يا جماعه، التوتر مش حاجه وحشه. التوتر معناه ان الموضوع مهم بالنسبه لك، لان لو الموضوع ما كانش مهم بالنسبه لك ما كنتش هتتوتر اصلا. يعني لو انت في ثالثه ثانوي حاجه طبيعيه جدا ان يكون عندك توتر، بالذات في الفتره دي من السنه. طيب نعمل ايه يخلصنا من التوتر ده؟ 3 حاجات. اول حاجه، صغر الصوره. ما تقولش في دماغك انا عندي منها 5 مواد وفاضل 3 شهور على الامتحان، ولكن قول انا هقعد اذاكر الجزء ده بس لمده نص ساعه، انا هقعد احل على الجزئيه دي بس لمده نص ساعه، انا هقعد اسمع المحاضره دي بس بتركيز وهحاول افهمها كويس. التوتر دايما بيجي من الصوره الكبيره اللي انت راسمها في دماغك، فحاول تصغر الموضوع على قد ما تقدر. تاني حاجه، كمل رغم احساسك. لازم قبل ما تبدا مذاكره تكون محدد لنفسك حاجه تخلصها، يعني ما تقعدش تذاكر كده وخلاص، لا، قبل ما تبدا تكون عارف انت هتقعد تعمل ايه بالظبط. دايما خلي جنبك على المكتب ورقه صغيره، الورقه الصغيره دي انت هتكتب فيها انت هتقعد تعمل ايه بالظبط. الورقه ممكن تكون بالحجم ده مثلا، يعني انا بحط دايما جنبي على المكتب ورق كتير قوي فاضي بالحجم ده. بيكون لازمته ايه بقى؟ الورق ده بكتب فيه اذا كنت انا عايز اعمل حاجه معينه، وطبعا بيبقى ليه بستخدمه في حاجات تانية بس ده مش موضوع الفيديو عموما. ولكن في استخدام مهم جدا بالنسبه لي للورق الابيض اللي بيبقى عندي على المكتب ده، ان انا بكتب فيه انا قاعد دلوقتي عايز اخلص ايه. يعني مثلا انا قاعد بذاكر محاضره معينه في ماده معينه، فبكتب ان انا عايز اخلص مثلا لحد صفحه كذا في المحاضره دي، مش عايز اقوم قبل ما اخلص الموضوع ده. انا عارف ان انا عارف قدراتي في المذاكره، ان انا مثلا هخلص الصفحه دي في نص ساعه، صفحه من المحاضره في نص ساعه، فانا هكتب ان انا هخلص الصفحه الفلانيه دي في نص ساعه. انا عارف ان انا اقدر اعمل ده. طب لو انا ما خلصتهاش في نص ساعه، يبقى ده معناه ان انا ما كنتش بذاكر كويس او ان انا كنت مش مركز. المفروض ان انا اخلص الصفحه دي في النص ساعه اللي انا محددها. نفس الكلام بقى بالنسبه لك، لو هتقعد دلوقتي تحل كيمياء، خلي في ورقه جنبك اكتب فيها انت عايز تحل كيمياء قد ايه. لو انت مثلا هتقعد تذاكر نص ساعه، فانت المفروض في النص ساعه دي تحل عدد معين من الصفحات في الكيمياء مثلا، او انك تكون في النص ساعه دي مركز وخلاص. المهم ان انت هتكتب انك هتقعد نص ساعه تذاكر او تحل كيمياء. فانت لو جالك توتر او لو حسيت ان انت مش مركز، حسيت ان التوتر بدأ يسحبك، كمل رغم الاحساس ده وقول انا مش هقوم الا لما اخلص الحاجه اللي انا محددها لنفسي دي. جالك توتر، كمل على الرغم من احساسك بيه. دي حاجه هتفرق معاك جدا وهتخلي التوتر يقل جدا جدا جدا، لان انت مش هتركز معاه على قد ما انت مركز انك تخلص الحاجه اللي انت كاتبها في الورقه دي. هنا التوتر جالك وانت قاعد بتذاكر بالفعل، ولكن انت كملت على الرغم من وجوده. ثالث حاجه، رجع نفسك للحاضر. اوقات واحنا بنذاكر بنتخيل المستقبل، بنفكر في اللي جاي. لو لقيت صوت في دماغك بيقول لك وانت ذاكر طب وافرض ما جبتش مجموع في الاخر، رجعه على طول وقول بصوت انا دلوقتي بذاكر كيمياء، مش هفكر انا في المستقبل. قول ده بصوت، قوله كده، انا دلوقتي بذاكر كيمياء مش هفكر انا في المستقبل. ولو حسيت ان التوتر عالي جدا ومش عارف تركز خالص، خد بريك بسيط، بس ما تروحش تمسك الموبايل لان ده غالبا هياخد منك وقت طويل قوي على ما ترجع تاني. قوم اعمل اي حاجه، صلي، اتمشى، كلم حد من البيت، وبعدين ارجع تاني بهدوء وحاول من جديد. في النهايه التوتر مش علامه ضعف، التوتر علامه ان انت وراك حاجه مهمه فعلا، وعلامه ان حلمك مهم. ما تخليش الخوف من المستقبل يمنعك تعمل اللي عليك النهارده. دايما التوتر بيكبر وانت واقف وبيصغر وانت بتتحرك. وكده خلاص، دول كانوا ال3 حاجات اللي ممكن ان شاء الله لما تجربوهم يقللوا معاكم التوتر شويه اثناء المذاكره. انا عارف ان الوقت دلوقتي صعب، وانا كنت مكانكم في يوم من الايام، ومقدر والله ان الموضوع فعلا ضغط كبير ومش حاجه سهله ومسؤوليه، بس انتوا ان شاء الله قدها، وانتوا ان شاء الله هتقدروا توصلوا لاحلامكم باذن الله. حاولوا بس تعملوا اللي عليكم وتجيبوا احسن حاجه عندكم. انتوا مش مطلوب منكم غير ان انتوا تجيبوا اقصى استطاعتكم، بس هو ده اللي انتوا مطالبين بيه، مش حاجه اكتر من كده. فربنا يوفقكم ويقويكم ان شاء الله ويبارك لكم في وقتكم. لو الفيديو فاتكم اعملوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وقولوا لي في الكومنتات لو حابين اتكلم عن اي حاجه تخص اي ماده، عرفوني برضو ان شاء الله يعني اعمل عنها فيديو. ولو عندكم اي سؤال برضو ممكن تسالوني في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليكم. وبس، ربنا يوفقكم ويقويكم ويبارك لكم في وقتكم ان شاء الله. سلام.